الأهلي يفوز على أسوان بنتيجة 3-0 في الدوري المصري الممتاز، وليصل النادي الأهلي إلى النقطة رقم 40 وتبقى له مباراتان مؤجلتان. مليون مبروك فوز النادي الأهلي النهاردة. النادي الأهلي لعب شوط واحد، يعني المباراة كانت من شوط واحد للنادي الأهلي. أحرز خلال الشوط الأول 3 أهداف. جاء شوط المباراة الأول فيه قمة الإثارة ما بين الفريقين. النادي الأهلي كان بيلعب وكان حسين الشحات 3 اسيست. حسين الشحات الهدف الأول من عرضية ولا أكثر من رائعة من حسين الشحات، يطلع محمود كهربا الفولت العالي اللي كان شاحن النهاردة على أعلى أمبير ويطلع ويحط هدف ولا اروع للنادي الاهلي. عشان كده يفك الاشتباك بدري قوي في المباراه ويحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. الهدف الثاني ايضا هو من صناعه العبقري حسين الشحات اللي النهارده حصل على جائزه مان اوف ذا ماتش، رجل المباراه، باداء ولا اكثر من رائع في كوره عرضيه توصل كده في منطقه الجزاء. احمد عبد القادر اللي يمهدها لنفسه ويحط قنبله في المرمى لا تصد ولا ترد. وايضا الهدف الثالث للنادي الاهلي كان ايضا عن طريق حسين الشحات. نفس الكوره، كرة من على ناحية اليمين توصل كده لمجدي قفشة اللي ما يطولش في الكورة ويشوط كورة سريعة أرضية. حارس المرمى نادي أسوان ما يقدرش يعمل لها أي حاجة عشان النادي الأهلي يحرز 3 أهداف في شوط واحد. محمد الشناوي تصدى وتألق في أحداث الشوط الأول لركلة جزاء لنادي أسوان كانت من الممكن لو دخلت هتعيد نادي أسوان مرة أخرى إلى المباراة، ولكن محمد الشناوي اللي تعرض لانتقادات كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت بيثبت دائما بأن هو حارس وحامي عرين النادي الأهلي الأول وحارس وحامي عرين المنتخب المصري. شفنا في احداث الشوط الاول مباراه كره قدم حقيقيه للنادي الاهلي. شفنا النادي الاهلي بيدافع كويس جدا، شفنا خط وسط النادي الاهلي، شفنا النهارده مروان عطيه في نص الملعب، شفنا حسين الشحات اكثر من رائع، شفنا خط هجوم وكهرباء في الشوط الاول. وكان النادي الاهلي له شكل واداء وشخصيه خلال الشوط الاول، على عكس الشوط الثاني تماما اللي كان خالي من الفنيات، خالي من الفرص الضائعه. كان شوط تاني اقل من المستوى من الفريقين. يمكن لعيبه النادي الاهلي اطمنت لنتيجه 3-0 الشوط الاول، فبيوفروا مجهودهم كده للمباراه القادمه في دوري ابطال افريقيا امام صن داونز. في الشوط الثاني كله هي كره وحيده كانت في نهايه المباراه، شاطها كده شاد حسين من خارج منطقه الجزاء وخبطت في القائم وردت كده. خالد عبد الفتاح كان عايز برضو ياخدها واحده في الجون ولكن تتهادى خارج الشباك. طبعا الفوز على أسوان بيعطي مزيد من الثقة للاعبين والجهاز الفني وبيطمن جماهير النادي الأهلي قبل مباراة صن داونز القادمة. مليون مبروك مرة تانية لعشاق وجماهير النادي الأهلي الفوز. هارد لك برضو لنادي أسوان، لم يكن النهاردة في أحسن حالاته، اللعيبة لم تكن في حالتها، لم يكن لاعيبة نادي أسوان موفقين تماما.